السلام عليكم المشاهدين ديالنا، مساء الخير عليكم. كي دايرين حباب ديالنا؟ ان شاء الله تكونوا بخير، صحتكم مزيانه. ما تنساونيش بواحد اللايك، بارطاجيو الفيديو فضلا وليس امرا، واحد الكومونتير يكون مشجع. خوتي العزاز، موضوع نتاع يسرى المرضيه طبيعه الحال ما غاديش ننساوه. كما خرجوا بعض القنوات المنافقين اللي كيدعيو بان العائله نتاع يسرى والاب ديالها كيقول لهم انا بنتي ما بغيتهاش. بقاو يهضروا عليها القنوات. الطرفين راهم تصالحوا مع بعضياتهم، ولكن هادشي كان اكبر الشمس العاشيه ليهم بعد مت كوثر الاخت نتاع يسرى. خرجت ووضحت بواحد الفيديو بان الطرفين، يعني الطرف تاع كبيسو والطرف تاع يسرى، ما مصالحينش وما تصالحوش. الاب تاع يسرى راه تكلم على القنوات اللي كيجرحوا في بنته واللي كينتقدوا بنته بالكلام جارح وبكلام ماشي مزيان. قال لهم يخليو بنتي في التقار. اما الناس اللي كتدافع على يسرى بطبيعه الحال واخا حتى الاب ديالها غادي يقول لهم ما تهضروش بنتي، ولكن ما يشوفوش الظلم ويشوفوا الحقره اللي تعرضت لهاد البنت طيله الاشهر اللي بانت فيها في اليوتيوب ويسكتوا. هذا الشيء راه ما يبغيه لا ربي لا عبدو، وما نبغيوش لنفوسنا وما نبغيوش لغيرنا، لان الظلم راه ظلمات يوم القيامه. البنت حقرت، البنت تعايرت، البنت تثبت في القذف، تثبت قذفت في الشرف ديالها. البنت تنمروا عليها، البنت تنمروا عليها في المداخلات، البنت تنمروا عليها الناس اللي كانوا واخدينها اللي كانت عندهم. ما قالوهاش في صحتها، النفسيه ديالها تدمرات. والناس المنتقدين اللي كانوا ينتقدوها يعني يجوا في هذا الوقت ويقول لك خاص تحبسوا الدفاع على يسرى. راه ما يمكنش، حيت البنت راه ظلمت بزاف، والاب ديالها راه ما قالش بحال هكذا. قالك حنا ما تصلحناش وما قلناش ما تدافعوش على بنتنا، هو بنته او لا هو هدر على بنته. يعني القنوات اللي يقذفوا فيها، القنوات اللي يسبوها، القنوات اللي كيتنمروا عليها، القنوات اللي يقولوا عليها كلام ما هواش، هو اللي هضر عليهم. لان البنت النفسيه ديالها محطمه بزاف. ماشي سهل اللي فات عليها، ماشي سهل، لا من ناحيه الزواج اللي فاش كانت عند دار لا فوطو عندك بارد الكتاف تاع ولده. ماشي سهل الحماله اللي حملت، ماشي سهل الوحم، ماشي سهله الولاده اللي ولدت، ماشي سهله النفاس اللي حدنا مسكينه نفسها وراها كتعاني. هي اختها خرجت قالك البنت راها عاده مريضه، لا طونسيون، سرعه اولا دقه القلب ماشي منتظمه. وهذا يعني ما لا يعقل. يعني البنت يسمحوا فيها المشاهدين ديالها المتتبعين ديالها كيطلبوا العائله ديالها يخرجوا بتوضيح، حيت هما اللي ساندوها، هما اللي وقفوا معاها، هما راه ما يمكنش. بالنسبه للقنوات اللي كتدافع على يسرى قال لهم خاصكم تسكتوا، ما صافي الملف هنا يتحبس هنا، ما زادوش تناقشوا فيه. ولكن المتابعين ديالها والمشاهدين ديالها والجمهور ديالها قالوا لهم حنا خاصكم تبقاو تدافعوا على يسرى، وخاصكم تخرجوا لنا بتوضيح شنو يسرى، شنو راه صاري لها، شنو الملف ديالها فين وصل. لانه هما اللي وقفوا يسرى، هما اللي قالوا لها احنا نوقفوا، احنا اللي غادي نساندوك. راه ما يمكنش، يسرى عندها محبين ديالها. المهم على اين الاخت يسرى هي خرجت بالتوضيح، يعني راها سدت الفم، راها ضربت في الناس اللي قالوا راه حنا تصالحنا. القنوات خاصهم يحبسوا هنايا، ما يزيدوش يتكلموا على يسرى. قالت العكس،
قالت راه خير نتاع القنوات اللي دافعوا على اختي والمتابعين ديالها والمحبين ديالها، راه ما نساوش الخير ديالهم، حيت هما اللي بينوا الصوت نتاع يسرى، كما الصوت وكما المشاهدين والمتابعين وبعض القنوات راه صوت يسرى ما يتسمعش وما يصبحش رأي عام، لان يسرى راه بينها راه الالاف من بنات اللي يوصلوا لهذا الموصل وكيتحقروا في حياتهم الزوجيه وفي حياتهم في حياتهم يعني اليوميه مع الازواج ديالهم، مع نساهم اللي يكونوا مع اللي يكونوا في دار وحده معاهم. ولهذا كنشكروا اخت يسرى اللي هي كوثر، خرجت بهذا التوضيح اللي تقول احنا ما مصالحينش، احنا ما صالحناش، راه القضاء بيناتنا ما بينه وبين داك الناس، لان اختها راه ما فاتش عليها قليل وما فاتش، وراها لحد الان كتعاني، يعني راه فينا دقة القلب، ها لا طونسيون، راه الاكتئاب ما بعد الحمل، راه اكتئاب ما بعد الحمل كيكون معاها الابن ديالها، راه هي الوليد ديالها توفى ما معاهاش ولدها، يعني كيف غادي تكون هاد نفيسه وكيف كتكون هاد البنت. ولهذا هاد القنوات داروا لهم اكبر شمس العشيه صراحه. برافو لعائله يسرى اللي عطات اللي عطات كيف كنقولوا واحد المشعل باش هكا يزيدوا القنوات يدافعوا على يسرى ويهضروا على يسرى، باش ما الملف ديالها ما يتطواش هكذاك، لان البنت راها تعذبت وخاص بحال هاد الامور يتحدوا منه المشاهدين ديالنا العزاز. كيف قلت لكم هاد الامور خاص يلقاو لها حل، ماشي غير اللي جا يحل فمها، لان البنت راها مع عائله محترمه، ماشي نتاع نتعشوها، ماشي نتاع الكذوب، ماشي نتاع المصالح. هما بنتهم تعرضت للحقره بزاف، تعرضت للتنمر، تعرضت للدعاوي، تعرضت بزاف الحوايج. ماشي صراحه ماشي مساهم داك الطرف الاخر، وهذاك الطرف الاخر بغى يغمق على يسرى، ولكن القنوات تحيه لهم، قالوا لهم اجيو نوريكم هاد الشيء راه ماشي هنا يتسالى حتى يسرى تاخذ الحق ديالها. وتحيه لكم مشاهدين ديالنا العزاز.